ونتلمس البركة فيما لمس بيده. قال أكثم: أفغير ذلك يا ابن عبد المطلب؟ قال أبو طالب: إن فتى مثله حري به أن يسود ويتحرف بالجود. فقال أكثم: أما أنا فأقول غير ذلك. قال أبو طالب: قل يا حكيم العرب، فإنك نفاث غيب وجل أريب. قال أكثم: ما خلق لهذا ابن أخيك إلا أن يضرب العرب قامطة بيد خابطة ورجل لابطة، ثم ينعق بهم إلى مرتع مريع وورد تشريع، فمن اخرورط إليه هداه، ومن اخرورق عنه أرداه. وما إن عاد أكثم بن صيفي إلى قومه حتى قص على أبنائه ما حصل معه في مكة، وقال لهم: والله